ما يلا بينا بقى النهارده نعمل مع بعض شيبسي الافران او مقرمشات الافران اللي فلوسنا كلنا ضايعه عليها. في بوله كده نحط فيها كوبايه ميه عاديه من الحنفيه، عليها تلت كوبايه زيت وتلت كوبايه سمنه. هنحط عليهم كمان معلقتين كبار من صلصه الطماطم المعلبه وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. هنكون مجهزين عندنا 650 جرام دقيق متعدد الاستخدامات، عليهم معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر ونص معلقه من الملح. هنعجن بقى العجينه بتاعتنا لحد لما تلم معانا خالص وتكون عجينه طريه خالص ومش ملزقه. هناخد بقى العجينه كده من غير ما نريحها ولا اي حاجه خالص، ونبدا ان احنا نشكلها. انا شكلتها بالظبط كده ل 25 كوره بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. هنغطي بقى العجين علشان ما ينشفش معانا، وهناخد كوره كوره. وطبعا هنبدا باول كوره شكلناها خالص. هنمسح بس الاول كده الرخامه اللي احنا شغالين عليها مسحه زيت بسيطه، وهنبدا نفرد كل قطعه من دول بحجم رغيف العيش الشامي الصغير. هناخدهم بقى كده ونحطهم في قلب الصينيه، وهنرجع نظبط الشكل بتاعهم تاني في قلب الصينيه. هنجهز بقى معلقه صلصه هنخفها بمعلقتين من الميه، وهندهن بيها بقى العجين.